السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. في الفيديو ده بوضح لك بوريك مدى قوة مصر وتناميها وخوف الأعداء منهم، أعداء مصر اللي بيعملوا حروب ومكائد عشان مصر تحط رجليها في الحروب ده، لتضعيف مصر، لضعف مصر وضعف واستنزاف قوتها، لإجهاض الجيش المصري والموارد الاقتصادية المصرية بعد التنمية اللي حصل فعلا من الرئيس السيسي وليس الحكومة، لأن الحكومة ليها عليها اعتراض كبير جدا، مش موضوعنا دلوقتي. في الفيديو ده بنشوف مدى تنامي قوة مصر وتنوعها، بحرية المياه الزرقاء، وده موضوع الفيلم. الفيلم عندنا هنا النهاردة أو الفيديو اللي قدامك دلوقتي بيوريك تنوع مصادر السلاح المصرية، خاصة للبحرية المصرية. بنجيب من اسبانيا، بنجيب من ايطاليا، جبنا من المانيا قبل كده الفرقاطات والغواصات. كان كل اللي عندنا قبل الرئيس السيسي عبارة عن سفن تحمي شواطئ مصر، تحمي الناحية الاقتصادية المصرية، لكن ده ما كانش ينفع. فبعد تولي الرئيس السيسي حصل ان احنا بقينا عندنا الفرقاطات بنجاميني وفريم، اتعاملنا مع فرنسا والمانيا. صح من جديد الرئيس السيسي ترسانة الاسكندرية، ترسانة بورسعيد، وصنعنا فيهم فرقاطة برجميني وفرقاطة فريم، وبدأنا التصنيع الفعلي حتى لسفن الإمداد. التطور بقى عالي جدا، التطور زاد جدا، بقى عندنا 2 أسطول، أسطول شمالي في البحر المتوسط وأسطول جنوبي. لولا ربنا سبحانه وتعالى والفضل الأول فيه، ولا وكما قال القرآن الكريم وقال رب العزة وقال الرسول الكريم ولا تنسوا أصحاب الفضل بينكم، الرئيس السيسي والقيادة اللي معاه قدروا يطوروا البحرية المصرية بشكل جامد، وصحينا الترسانات والمصانع القديمة والاحواض الجافه والاحواض العائمه اللي موجوده عندنا للتصنيع زي ما انت شايف عندنا دلوقتي. صحينا العماله واحييناها من جديد، العماله اللي هي بطلت او ايديها صدت، بل بالعكس العماله عندنا تطورت وزادت في هذا المجال، في التصنيع الحربي البحري. بقى عندنا دلوقتي الفرقاطات تقدر تروح لاعماق البحر المتوسط، اعماق البحر الاحمر، تقدر تخرج. عندنا الفريم راحت لغايه مضيق مضيق تركيا، وراحت هناك وراحت روسيا، وعملت مناورات في عرض البحر بعيد عن مياهنا الاقليميه، علشان نحمي مياهنا الاقتصاديه اللي موجود فيها ابار الغاز. مش بس كده، احنا ممكن ننطلق في 6 ساعات اذهلنا العالم كله في انتشارنا، او اقل بسيط كمان من 6 ساعات وصلنا وانتشرنا في البحر الاحمر كاملة للسيطرة عليه ضد اي حاجة، علشان حماية قناة السويس وحماية دول عربية. للأسف بعضهم مال للجانب اولاد اسراء، وللأسف هيفتتونا، ولكن مصر واعية للموضوع ده جدا، بقوي نفسها، وده راعى بالجانب الإسرائيلي. وبيتكلموا دايما، يعني لما تفتح الجرايد الإسرائيلية، المجلات الإسرائيلية، التوك شو الإسرائيلي على قنواتهم، تلاقيهم بيتكلموا على تنامي القوة المصرية، تنامي القوة البحرية، وبيقول لك هي مصر رغم اقتصادها بتجيب ده كله ليه؟ بتجيب السفن البحرية دي ليه؟ التسليح الضخم اللي بالمليارات ده ليه؟ ده ليه؟ ده عشان انتم موجودين معانا في المنطقة اللي اتكتب علينا جغرافيا ان احنا نكون فيها، والحمد لله رب العالمين راضيين بما كتب الله لنا. عندنا دلوقتي الغواصات متطورة جدا، لدرجة ما هم مش عارفين احنا هنجيب الغواصات الاس 80 ولا هنجيب الاسكوربيون من فرنسا، هنجيب الاس 80 من اسبانيا ولا الاسكوربيون، ولا هنجيب الفرقاطة الجديدة اللي عرضها علينا كوريا الجنوبية، ولا هنجيب فرقاطات من ايطاليا تاني، ولا مش عارفين هم. ورغم اللي هم شايفينه ده، هم بيقولوا في جرايدهم وفي التوك شو عندهم في اسرائيل، بيقولوا هم هيجيبوا ايه بالظبط، وهيجيبوا ليه، وهيعملوا بيها ايه. هيعملوا بيها ايه؟ اسألوا نفسكم. هدمتوا سوريا وهدمتوا العراق وهدمتوا اليمن ولبنان وفلسطين، لكن دلوقتي هم عارفين جواهم احنا بنعمل كده ليه. احنا لا نحارب احد، ولكن بنسلح نفسنا عشان نمنع الحرب اساسا، بنسلح نفسنا عشان نحمي قوتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.